يا حبايبي في الصابون الجميل ده، شفت الجمال، شفت البياض بتاعه ولا الرغوه بقى؟ الرغوه بقى ما اقولكوش. احنا خدنا الصابون الصغير اللي طالع من الصابون الكسر اللي طالع من الصابون. شايفين الجمال؟ شايفين ايده عامله ازاي؟ يلا بقى تعالى اقول لكم احنا عملنا الصابون ده ايه، عملناه ازاي. يلا بقى نبدأ مع بعض طريقة الصابون. صابون المواعين هنا حاطين نص رتل ميه ليمون. ميه الليمون اللي احنا سلقناها يا حبايبي، اللي احنا سلقناها وصفناها، دي نص رتل. ومعانا هنا نص رتل، معانا هنا ربع كيلو بطاطس. هنحط الربع كيلو كده على الميه، على نص رتل الميه كده، وايدنا تبقى بعيد، وعندنا اطفال يبعدوا وشهم علشان اللي بيطلع صهد وبيطلع دخان. شوف الدخان هيطلع معاك اهو. بسم الله. نقلبه بايد خشب كده، ما نكونش بنستعملها ايد الخشب. نقلب كده البطاطس في الميه طالعه سخنه مولعه، لازم تبعدي وشك، وممكن تلبسي جوانت في ايدك لو انت اول مره بتعمليه كده حبايبي. هنقلب لغايه لما الميه دي تبقى رايقه. خلاص يا حبايبي، شوفوا الصابون ربع ساعة بس من غير دقيق ولا اي حاجة. شايفين الجمال ربط ازاي؟ لا دقيق ولا اي حاجة، ملح وجريسلين وليمون بس، 3 حاجات بس. مية الليمون اللي احنا سلقينها، الليمون حوشوا القشر بتاعه وعنفوا الفريزر واسلقوه وخدوا المية بتاعته. شايفين الجمال؟ ده الصابون السائل يا حبايبي، اسهل طريقة له. هنعبيه بقى هنعبيه وما ينشف نوريهولكم. ده الشكل النهائي يا حبايبي للصابون. حطيناه في طبق وعلى مشمع، هنسيبه بقى ينشف، اما ينشف نقطعه مع بعض. حبايب قلبي بقى معاكم اسهل صابون مواعين، ولا الرغوه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. حطوا الصابونه في ميه وتسيبوها في ميه وتعملوا بالسفنجه، هتلاقيها ايه كانك حاطه ازازه بريل بالظبط. ما تنسونيش في اللايك بقى الحلو. احلى بقى صابون مواعين واسهل صابون، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.